نشتري S25 Ultra دلوقتي ولا نستنى S26 Ultra اللي هينزل فيه في فبراير 2026، ولا نوفر شوية كمان ونروح للجيل الأقدم ونجيب S24 Ultra؟ الحقيقة ان في سببين هما اللي ممكن يخلونا نروح ل S24 Ultra، وسببين تانيين هما اللي يخلونا نستنى S26 Ultra، وعدة اسباب هي اللي تخلينا نجيب S25 Ultra دلوقتي من غير ما نستنى. هكلمكم عن كل الاسباب دي وهنركز النهاردة على S25 Ultra، وفي فيديو تاني على S24 Ultra. فمعاكم اسلام واهلا في سولوبيديا. موبايلات سامسونج بقالها كتير بتيجي في علب صغيرة كده، بس لازالوا مهتمين بتفاصيل سهولة فتح العلبة، ومهتمين كمان ان اول حاجة تشوفها لما تفتحها هو تصميم ظهر الموبايل نفسه. شاشة الموبايل عليها اللزقة دي اللي بتشيلها وخلاص كده، ودايما بيبدو ان مفيش اي حاجة تانية خالص في العلبة، لكن في العلبة دي اللي دايما بتكون مستخبية جوه الغطا، وبيكون فيها كيبل للشحن والكتالوجات وإبرة السيم تراي. وكيبل الشحن من تايب سي لتايب سي معليهوش أي براندنج، لكن هو برضه صنع في فيتنام زي الموبايل نفسه. اللون ده هو التيتانيوم جيت بلاك، بيكون الموبايل فيه كله لونه اسود بالكامل، والظهر بتاعه بيبقى اسود مط كده مصنوع من الازاز بطبقة حماية كورنينج جوريلا فيكتس 2. وشكل الموبايل عموما شيك جدا، رغم انه شبه تصميم S24 و S23 جدا، لكن الكاميرات حجمها اكبر وبفريم مختلف شوية، وشكله كمان اشيك بالكيرفات البسيطة اللي في الكورنرز دي، وخصوصا ان كل الفريم فلات تماما من كل النواحي. الفريم ده برضه من التيتانيوم، بس المرة دي جريد 5 مش جريد 2. تفتكروا هيفرق معانا الفريم جريد ايه في اي حاجة؟ كلام فاضي بصراحة. ابل اصلا رجعوا تاني للفريمات الالومنيوم. جنب اليمين في زراير الفوليوم والباور، جنب الشمال فاضي تماما، من تحت مدخل الشحن، سماعة، مايك والسيم تري ومكان القلم طبعا، وفوق في فتحة مايك وفتحة تانية لسنسور دخول المية. ومع ان الموبايل المرة دي اصغر واخف وارفع من قبل كده، لكن الشاشة تعتبر اكبر بفروق بسيطة، لان البيزلز وحواف الشاشة هنا بقت اصغر كتير من S24 Ultra، لدرجة انك صعب جدا جدا تلمح فتحة السماعات في فريم الشاشة من فوق، صعب تاخد بالك منها. الشاشة ممتازة، شاشة اموليد بتردد من 1 ل 120 هرتز، تدعم ال HDR10 بلس، وبتوصل ل 2600 نتس في الشمس، فواضحة جدا. ودي نفس مواصفات وريزوليوشن الشاشة في S24 Ultra، لكن لسبب ما في الشمس حسيت ان اضاءة S25 Ultra اقوى بفرق بسيط، مع انهم نفس الارقام بالظبط. غريبة مش كده؟ لكن عموما الشاشة لا غبار عليها، الوانها ممتازة واضحة من كل الجهات. وفي الربع اللي تحت هنلاقي الالتراسونيك فينجر برينت، افضل بصمة تحت الشاشة من ناحية الحماية، واللي مش موجودة لغاية دلوقتي غير على موبايلات الفلاج شيب من سامسونج فقط. سريعة ويعتمد عليها جدا، لكن مش الاسرع ومش الاسهل في الاستخدام للامانة يعني. ورغم ان الشاشة بتيجي بطبقة حماية كورنينج ارمر 2، لكن ما انصحش برضو اي حد انه يستخدم الموبايل بدون سكرين بروتكتور. للاسف جربت سكرين بروتكتورز كتير رخيصة مكتوب ان هي بتشتغل مع بصمة الالتراسونيك، لكن ما كانوش بيشتغلوا كويس ابدا. والموضوع ده مش اعلان خالص، لكن السكرين بروتكتور اللي جربتها من يو جرين كانت فعلا من احسن وارخص الحاجات اللي جربتها، انصحكم بيها فعلا. بس لازم كده كده بعد ما تركبها تعيد تاني تسجيل كل الفينجر برينتس من اول وجديد. ولا زال رغم كل ده استخدام الفينجر برينت هنا مش بسهولة ولا بسرعة شاومي مثلا. وطبعا كمان في فيس انلوك في الموبايل بيشتغل كويس لو ما بتحبش البصمة. الموبايل كالعادة بيجي بدرجة حماية من المية والأتربة IP68، يقدر يستحمل متر ونص تحت المية لمدة نص ساعة، لكن برضه ما تعملش ده عن عمد. الصوت كمان من السبيكرز هنا هو صوت ستيريو واضح ونقي جدا، وخصوصا كمان مع دولبي اتموس الفرق بيكون واضح. البروسيسور هنا هو سناب دراجون 8 اليت 3 نانومتر، بروسيسور قوي جدا، رغم ان الفرق بينه وبين S24 Ultra كان 11% بس بحسب انتوتو بنش مارك. الفرق مش كبير، لكن ما بيسخنش لنفس الدرجة، وموفر اكتر كمان في البطارية. وطبعا مش محتاج اقول لكم ان اداؤه هايل وسلس في كل حاجة، بيشغل اكيد كل الجيمز على اعلى الاعدادات، الفريم ريت بتوصل 120 بكل سهولة في كل الجيمز اللي جربتها. ومع ذلك احب اقول لكم كمان ان الفرق الحقيقي لاداء البروسيسور هيبان اكتر في الكاميرات، مش فرق كبير لكن هيبان. الموبايل بيجي باندرويد 15، وطبعا نزلوا تحديث على طول لاندرويد 16،
وهيفضل ينزل له تحديثات اساسيه لغايه 7 سنين. والموبايل اللي معايا هو نسخه ال 12 جيجا رام 512 جيجا بايت ذاكره داخليه، وفي كمان نسخه تانية بتنزل 1 تيرا ب 16 جيجا بايت رام. بس ال 12 جيجا اللي هنا اكتر من كافيه بصراحه، وخصوصا انك تقدر تزود الرام من جوه الموبايل. الميموري او الذاكره هنا من نوع UFS 4، مع ان بقى فيه حاجات اسرع شويه، واليو اس بي 3.2 فسريع جدا. الموبايل فيه طبعا سيم تري، فيه مكان لشريحتين مع بعض، وبرضه بيدعم الاي سيم، تقدر تحط عليه خطين اي سيم او خط اي سيم وخط عادي. في كل الاحوال هو ما يقدرش يشغل اكتر من خطين في نفس الوقت. طبعا في بروكسيميتي فعلي شغال كويس، NFC، لكن مفيش اكيد راديو ولا انفراريد، الحاجات دي فعليا مش بتاعت سامسونج، شاومي بتهتم بيها اكتر. بطاريه 5000 ملي امبير بسرعه شحن 45 واط، فمفيش فيها برضو اي جديد عن قبل كده. وشحن لاسلكي 15 واط، وشحن لاسلكي عكسي لغايه 4.5 واط. ولو هتشتري شاحن غير شاحن سامسونج فتاكد بس ان هو بيدعم PD3 بسرعه 45 واط. اداء البطاريه هنا عموما كويس جدا جدا، ممكن يكون احسن بفرق بسيط قوي من الجيل اللي قبله. الموبايل بيكمل اليوم بكل سلاسه. ونيجي بقى لاول واهم داون جريد في S25 Ultra، وهو القلم. رغم ان المره دي لونه ابيض او جراي فاتح قوي كده، معرفش ليه، لكن قلم سامسونج من اكتر الاختراعات المبهرة في موبايلات سامسونج عموما. بيكتب بكل سلاسة وبيديلك احساس وصوت القلم على الورقة كده، وفي كمان pressure sensitivity، فبينفع للرسم وينفع للكتابة الهاند رايتنج اللي بتقدر بعد كده تحولها لتكست. معرفش لغاية دلوقتي ما بتشتغلش كويس مع اللغة العربية، لكن مع الانجليزي ممتاز. وفي الزرار ده اللي ممكن تستخدمه للمسح وانت دايس عليه، تمسح اي حاجة انت كتبتها بسهولة، او ممكن برضو بالزرار ده تعمل سيلكت على اي تكست في اي ابلكيشن وتعمل له كوبي او تعمل له ترانسليت، تترجمه مثلا لاي لغة عشان تفهمه، حتى لو كان التكست ده في العادي مش بيتعمل له سيلكشن. وكان في ميزتين كمان قبل كده، وهما البلوتوث والاير اكشنز او الاوامر عن بعد. الميزتين دول كانوا موجودين لغاية S24 Ultra، لكن في S25 Ultra لغوهم. البلوتوث كانت فايدته انه بيقدر يخليك تستخدم القلم كريموت، تقدر تاخد بيه صور من بعيد مثلا، او تعمل بيه بلاي وبوز لو مشغل اي فيديو مثلا او مزيكا، تقدر تشغل تصوير الفيديو او توقفه. ممكن برضو تعمل بوز للتصوير مثلا بتكة طويلة على الزرار، وترجع بعد كده تعمل ريزيوم تاني لنفس الفيديو برضو بدوسة طويلة، وهكذا. اما الاير اكشنز بقى فكانت حاجه كده شبه عصايه هاري بوتر السحريه، كنت ببساطه بتدوس على الزرار وتعمل حركات كده في الهواء، فالموبايل بحسب الحركة بتاعتك يبدأ ينفذ أمر مختلف. تدوس وتحرك يمين مثلا فتعمل فورورد، شمال باكورد، لفوق تعلي الصوت، لتحت توطي الصوت، والموضوع بيختلف حسب الابليكيشن، وينفع كمان تتحكم فيه. الكاميرا مثلا كان ممكن تغير الزاوية أو تغير الإعدادات، تدوس وتلف كده مثلا أبركادابرا فيعمل زوم إن، أو تلف العكس يعمل زوم أوت، وهكذا. فيتشر كانت جميلة ومميزة ومبهرة جدا جدا، وكانت موجودة من ايام نوت 9 من 5 سنين، متخيلين؟ لكن دلوقتي شالوها، والسبب انها بتحتاج بطارية وبلوتوث جوه القلم الصغير ده، وطبعا بيتشحن وايرلس مش شحن عادي، وكل ده يعتبر وزن وفلوس ومساحة جوه الموبايل، وطبعا تطويرات كتيرة جدا جدا جوه الابليكيشنز والتفاصيل بتاعتها عشان يشتغل معاها القلم بشكل كويس. وبعد كل ده اقل من 1% بس من المستخدمين هم اللي فعلا بيستخدموا الفيتشر دي. يعني هي فعلا كانت فيتشر مبهرة اكتر من كونها فيتشر مستخدمة او مفيدة، وعشان كده شالوها زي ما شالوا الشاحن قبل كده، والكفرات بتاعة الموبايل، السماعات اللي كانت بتيجي معاه، فتحة 3.5 مللي. والناس لازالت بتشتري موبايلات سامسونج رغم كل ده، لانها فعلا بتبقى في الاخر رفايع، مش مؤثرة قوي على قرارك في شراء الموبايل. معظم الناس بتستخدم لغاية دلوقتي القلم فعلا في النوتس، السكتشات السريعة. اصلا مسكة القلم كده لوحدها هي اللي بتدي البرستيج والرونق المعروف للي ماسك الموبايل ده، وعشان كده القلم ده لسه موجود. ونيجي اخيرا للكاميرات. الغريب جدا ان الكاميرا الرئيسية ال 200 ميجا الخطيرة المشهور بيها سامسونج ما اتغيرتش نهائيا من 3 اجيال من اول S23 Ultra. الهاردوير هو بالظبط، لكن نتائج الكاميرا فعليا مش هي، وده بسبب المعالج وتطور معالجة الصور من سامسونج.
نفس الكلام بالنسبة لكاميرا السيلفي ال 12 ميجا بكسل وكاميرا الزوم ال 50 ميجا بكسل هي الموجودة في S24 Ultra. ويمكن التحديث الوحيد في هاردوير الكاميرات هو في كاميرا الالترا وايد، بقت 50 ميجا بكسل بعد ما كانت 12 ميجا بكسل فقط في S24. وكتير في النص هتلاقوني بقارن بنتائج S24 في التصوير. الكاميرا الرئيسية طبعا نتائجها هايلة في الشمس. المود العادي بيصور 12 ميجا بكسل بتفاصيل كويسة جدا، بس تقدر تختار 50 او 200 ميجا بكسل لو حابب عشان تاخد تفاصيل اكتر بكتير. وكاميرا الزوم او كاميرتين الزوم بيقدروا يدولك 3 و5 اكس اوبتيكال زوم او زوم فيزيكال حقيقي، وبتقدر توصل بالموبايل لغاية 100 اكس زوم ديجيتال 100 اكس. لكن نتائج الكاميرا بتكون كويسة فعلا وممتازة لغاية ال 30 اكس، وممكن احيانا لغاية ال 50 اكس كمان بنلاقي التفاصيل كويسة جدا. لكن اكتر من كده فطبيعي ما بيكونش فيه اي تفاصيل واضحة. كاميرا الالترا وايد برضه بتدينا نتائج كويسة جدا في الشمس، سواء 12 ميجا بكسل او 50 ميجا بكسل زي ما تحب. وعموما الفروق ما بين الثلاث كاميرات في التصوير ما بتكونش محسوسة قوي، نفس تون الالوان تقريبا، لكن بيبان شوية فرق طبعا في التفاصيل. وحتى كاميرا السيلفي رغم انها 12 ميجا بكسل لكن ادائها ممتاز في الشمس، HDR محترم وقوي، سكين تونز ممتازة وتفاصيل واضحة جدا. وكاميرا التليفوتو كمان بتساعد انها تدينا صور بورتري محترمة بعزل كويس جدا للخلفية حتى مع الاوبجكتس احيانا. ولو قارنا اداء الكاميرات هنا في الشمس بالجيل اللي فات S24 Ultra مش هنلاقي اي فرق يذكر. النتائج هي تقريبا، الفرق الحقيقي بيبدأ يظهر في التصوير مع الاضاءة الضعيفة. الكاميرات بشكل عام بتدينا نتائج هايلة في التصوير بالليل، سواء الكاميرا الاساسية او كاميرا الزوم او حتى كاميرا الالترا وايد او السيلفي. رغم ان طبعا التفاصيل بتكون اقل بشكل واضح في كاميرا الالترا وايد والسيلفي عن باقي الكاميرات، وخصوصا في الضلمة اللي زي كده عكس الكاميرا الأساسية مثلا. ومع ذلك لازالت النتائج دي هايلة جدا على ظروف الإضاءة، وهي من أحسن النتائج اللي ممكن تاخدها على أي موبايل. وبشكل عام في الإضاءة الضعيفة دي أو التصوير بالليل حاول انك تستخدم اكتر الكاميرا الرئيسية. هتحس بقى كمان قد ايه البروسيسنج هنا فارق لما تاخد صورة في ضلمة زي كده وانت شايفها على الشاشة وحشة، ولما تفتحها والموبايل لسه بيعمل بروسيسنج وتشوف الاختلاف المبهر في النتيجة بعد البروسيسنج، الصورة بتبقى احلى واحسن بكتير، فرق شاسع. ولو قارنا النتائج ب S24 Ultra في الاضاءة الضعيفة فهنلاقي برضو نتائج ممتازة جدا، لكن بيكون في اختلاف شوية وخصوصا في تون الالوان، دايما بحسها مخضرة اكتر في S24 Ultra. احيانا كمان بلاقي النويز مثلا اقل شوية، وكمان وده الغريب بصراحة كنت احيانا بلاقي تفاصيل اكتر بشكل واضح احيانا. شايفين فرق التفاصيل في الظل هنا وحتى التون والنويز. ولازالت كل الفروق دي عموما فروق حنتوفة جدا، غالبا مش هتحس بيها ومش هتاخد بالك منها غير لو بتقارن موبايلين جنب بعض. اما بالنسبة للفيديو فكل الكاميرات بتقدر تصور فيديو 4K 60 فريم في الثانية وبجودة ممتازة وتثبيت ممتاز خلال التصوير، وتقدر تتنقل ما بين الاربع كاميرات خلال التصوير والنتائج ممتازة. بتحس بالنقلة ما بين الثلاث كاميرات بشكل بسيط، لكن بعد ما تشوف الفيديو تاني مش بتحس بيها بنفس الدرجة. والزوم كمان هنا بيخلي المايك يركز اكتر على صوت الحاجة اللي بتصورها، وان كان ده بيعلي النويز شوية، لكن الفيديو بصراحة جميل جدا. وفي كمان تصوير 8K بالكاميرا الرئيسية 30 فريم في الثانية، ونتائجه برضه ممتازة جدا في الشمس، والتصوير بيه سلس وكأنك بتصور فيديو عادي، رغم ان كمبيوترات كتير لغاية دلوقتي ممكن ما تقدرش انها تفتح الفيديو ده اصلا. في كمان تصوير فيديو في برو، وفي كمان بورتري فيديو نتائجه كويسة جدا جدا. بس الغريب المرة دي اني ما اقدرش اغير مقدار البلورنس خلال تصوير الفيديو نفسه. اقدر اعدل قبل ما اصور شدة الافكت، بس مجرد ما ابدأ تصوير خلاص الاوبشن مش موجود، رغم ان في S24 Ultra ما كانش الموضوع كده، فغريبة ان هم شالوها. تقدر كمان تصور سلو موشن 4K 120 فريم في الثانية وفول HD لغاية 240 فريم في الثانية، ونتائج السلو موشن كعادة سامسونج جميلة جدا. وفي الإضاءة الضعيفة لازال أداء الفيديو مع سامسونج هايل بصراحة. الإضاءة هنا شبه معدومة ومع ذلك التثبيت ممتاز والتفاصيل كويسة جدا، سواء فول HD أو 4K لغاية 60 فريم في الثانية.
الارض، النجيلة، ورق الشجر، تفاصيل كويسة جدا صعب تاخدها في ظروف الاضاءة دي من اي موبايل تاني. حتى مع ال 8K ما كنتش متوقع النتائج دي. وحتى مع كاميرا الزوم خلال الفيديو لما بتوصل لغاية 20x أقصى درجة زوم بتبقى النويز عالية شوية، لكن لازال درجات الألوان كويسة جدا وفي تفاصيل واضحة. أما مع كاميرا الألترا وايد وكاميرا السيلفي فنتائج الفيديو بتكون أقل بفرق واضح، وده طبيعي جدا جدا برضو مع ظروف الإضاءة دي بصراحة. شبه مفيش إضاءة، ألوان كويسة، صوت برضو كويس أوي، وبرضه نتائج السلو موشن متواضعة جدا في الإضاءة دي، لكن تعتبر أحسن من كل الموبايلات المنافسة. محدش بيصور أصلا سلو موشن بالليل. ولو قارنا نتائج الفيديو دي مع S24 Ultra مش هنلاقي أي اختلافات تقريبا، لا في التفاصيل ولا في جودة الفيديو. يمكن بس مع ال HDR أحيانا بتكون نتائج S24 بهتانة أكتر شوية، لكن بدون ال HDR بتكون النتائج متطابقة تقريبا ما بين الموبايلين. وده كان كل ما يخص الكاميرات. دلوقتي بعد كل اللي اتكلمنا عنه، هل فعلا اجيب دلوقتي S25 Ultra ولا اجيب الموديل الاقدم S24 ولا استنى S26 Ultra؟ بالنسبة ل S24 Ultra فزي ما شفنا مفيش فرق يذكر، فروق كلها بسيطة جدا. الموبايل كده كده بينزله تحديثات لغاية 7 سنين، بل بالعكس القلم بتاعه كمان احسن من القلم بتاع S25 Ultra، فيه البلوتوث والاير اكشنز، فده اول سبب ممكن يخليك تجيب الاس 24. وتاني سبب طبعا ان سعره المفروض يكون ارخص كتير من اس 25. اما بالنسبه للاس 26 الترا فطبعا اول واهم ميزه فيه ان هو هيكون بمعالج اجدد واسرع، وعلى فكرة شكل الموبايل كمان ارفع واخف وببروز جديد كده في الكاميرات فشكله مختلف. برضه سرعة شحن البطارية فيه توصل ل 60 واط، وفكرة ان يكون معاك احدث موبايل من سامسونج في 2026 بشكله الجديد. اخيرا سامسونج بيحاولوا يعملوا حاجة، وتحديثات لاطول مدة ممكنة، وخصوصا لو مش فارق معاك السعر اللي اكيد برضه هيكون عالي. اما لو انت محتاج موبايل دلوقتي وبرضه فارق معاك سرعة الاداء او التفاصيل الصغيرة اللي اتكلمنا عنها في الكاميرات، وخصوصا لو لقيت مثلا ان في بلدك فرق السعر ما بينهم بسيط جدا، فممكن فعلا تروح ل S25 Ultra، وخصوصا لو مش فارق معاك حاجة زي البلوتوث اللي كان موجود في القلم. يعني باختصار لو مفيش حاجة في فروق المواصفات اللي قلناها فارقة معاك قوي، فالحكم الاول هو اكيد السعر. وطبعا زي ما قلت لكم في فيديو تاني عملته عن S24 Ultra بكل تفاصيله، هحطه لكم في الديسكريبشن وفوق عند علامة الاي. ولو عندكم اسئلة اكتبوا لي في الكومنتس واشوفكم في فيديو جديد. سلام.